يا صباح الخير. كلنا بنحترم البطاطس وبنحبها بكل الطرق، بس النهارده هنعمل طريقة جديدة. ولو زهقتي من الطرق التقليدية للبطاطس تعالى اقولك على طريقة حلوة وسهلة وبسيطة. النهارده هنعمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة. هتحبيها وهتحبي تجربيها. بتكون صنف حلو وجديد في العزومات. تقدري تستخدميها على سفرتك. بتكون على فكرة أنا لمّا باعملها مش بيتبقى منها أي حاجة لتاني يوم. النهارده هنبتدي نعمل أنا مستخدمة 2 كيلو بطاطس من البطاطس الصغيرة. تقدري تستخدميها تجيبيها أكبر من كده أو أصغر من كده، بس أنا جبت الحجم ده بيكون طول صابعِك مثلًا أو صوابعِك، لو أنتِ حابة تقيسي بصوابعِك والّا كده. بس أنا مختاراها بالشكل ده عشان بتكون شكلها حلو، وبتكون بتكون سهلة في السِوَى، بتكون طعمها يعني بتستوي بسرعة، ده اللي أنا ده قصدي. هتبدئي بقى تعمليها تقشّريها بقى لو عندِك اللي هي اللي بتقشّري بيها البطاطس أو السكينة زي ما بتحبي، اللي أنتِ حابة تستخدمي دي أو تستخدمي دي زي ما بتحبي. هنا انا هعمل معاكم واحده او اتنين، اكيد انتوا بتعرفوا تقوروا، يعني هنعمل بالمقوار، هنشيل بس الحته اللي قدام وبعد كده تبداي تعمليها بالمقوار. بتشيلي بس حته منها وبتسيبي الارضيه بتاعتها. بتبداي بقى قبل ما تعمليها بتشيليها. انا هنا في مقطع اتشال مني غصب عني. بعد ما بقورها واغسلها باحطها في الزيت زي اكنك بتحمري بطاطس من ناحيه دي ومن ناحيه دي، وبعد كده بتحشيها باللحمه. بس هو ده اللي عايزه اشرحه في البدايه كده عشان وبعد كده اكمل معاكم الفيديو عادي. هنا زي ما انتم شايفين بنقورها. باكون غسلاها الاول، طبعا بيبقى فيها طينه او كده، وبعد كده بتغسليها وتحطها في طبق وتبداي بقى تقوريها وتطلع بالشكل زي ما انت شايفاه كده. هنا بالشكل ده. البطاطس اللي مع جنبها دي ممكن تعمليها في شويه زيت كده وتعمليها بطاطس لوحدها عادي وتفطري بيها او تاكليها، او تقدري تعمليها فرشه. حابه تعملي الخطوه دي اعمليها، حابه تعملي كده اعمليها. انا هنا بشيل من تحت بعد ما قورتها من فوق، بشيل حته من تحت عشان تعرفي تسيبيها او تقعديها في الصينيه تكون مرصوصه جنب بعضها. هنبدأ بقى نعمل صلصة البطاطس. في الحلة هنجيب بصلاية كبيرة أو صغيرة تبع ما بتحبي، ومعلقة توم مفروم. تبدأي تحطيه ما تقلبيهم مع البصل. وتبدأي بقى تجهزي طماطم، عندك صلصة جاهزة حطيها، عندك طماطم مفرومة في الخلاط حطيها زي ما تحبي. هنا الصلصة كده احنا خلصنا من الصلصه كده، احنا عملنا الصلصه قشرنا البطاطس. هنبدا نعمل بقى اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه دي بقى حابه تحطيها الاول مع معلقتين صلصه حطيها، مع معلقتين سمنه حطيها، حابه تحطيها مع بصلايه حطيها. انا هنا عملت البصلايه والثوم، وبعد كده بتضيفي لها اللحمه وتقلبيها لونها متى ما لونها اتغير خلاص تبداي بقى تحطي لها بقى بهاراتها، تحطي لها الفلفل الاخضر، تحطيها زي ما هنا بقى. بتكملي بقى تعملي فيها تقلبيها، وبعد كده بتضيفي لها بقى قرن فلفل سبايسي، لو مش عندك يبقى رومي اللي هو البارد تبع ما تحبي. هنا لونها اتغير لما قلبناها مع البصله مع التومه بدأ لونها يتغير. بعد كده بتضيفي لها قرن فلفل احمر واخضر، تقدري تستغني عن اي نوع منهم برضو تبع ما تحبي. وبعد كده بنضيف لهم معلقتين صلصه من اللي انت عاملاها، الصلصه اللي انت عاملاها. وبعد كده بتبهريها بقى، حط اي نوع بهارات عندك، ممكن تكتفي بالملح والفلفل الاسود والكمون، ممكن هتضيفي لها زي ما انا ضايفه لها كده من كل نوع معلقه. هنضيف معلقه ملح، معلقه بابريكا، ورقه لورا، معلقه فلفل اسود كلهم معلقه صغيره، معلقه كمون، ومعلقه شطه حمراء، وتقدري تستغني على اي نوع منهم. هنا بقى هنبدا نحشي البطاطس. هنا لو البطاطس سخنه تبداي تعمليها بمعلقه صغيره كده وتحشيها، لو مش سخنه تعمليها بايديكي. احنا هنا اللي هناكل الاكل على فكره، فهنا انا استخدمت ايديا فعادي، يعني ايديكوا جلافز اي حاجه تحبوا تعملوها باي حاجه يعني. هنا هنبدا نحشي البطاطس باللحمه المفرومه. بس مفيش ابسط من كده، وصفه سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت، بتكون طعمها حلو خالص، بتكون صنف جنب الاكلات. بتطلع بالشكل ده. بتبداي بقى تغطيها بورق سلوفان وبتدخليها تحت من تحت. احنا هنا برضو جبنا الصلصه، شويه صلصه، وبعدين حطينا عليهم شويه من الشوربه، وبدينا نغطيهم كده في الصينيه. بدينا نشربها كده، نشرب البطاطس شوية صلصة على شوية من الشوربة. وبعد كده بتدخليها في الفرن من تحت على درجة حرارة 200. بتاخد أول ربع ساعة وهي متغطية بالورق السلوفان تحت، وبعد كده بتطلعيها على الشواية من فوق تاخد لون من فوق.
بتاخد لون من فوق. هنا انا غطيتها هنا زي ما انتم شايفين بورق السلوفان ودخلتها من تحت، خدت ربع ساعه. بعد كده انا طلعتها، خدت شويه من، حطيت عليها شويه من الجبنه الموزاريلا. تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي، ما تحطوش الجبنه الموزاريلا وتطلعوها على الشوايه على طول. احنا هنا بنحبها، بنحب وشها كده يكون عليه جبنه موزاريلا شويه بسيطه يعني، حابه تكتري براحتك، حابه تقللي، بس هي بتديها برضو ايه، سنس شويه كده وسنه في الطعم وكده يعني. بس حطينا شويه جبنه موزاريلا وبعد كده بندخلها تحت الشوايه، بتاخد اللون، بتاخد لون اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. بس تقدري بقى تاكليها مع شوية رز بشعرية، تقدري تاكليها برز ابيض، تقدري تاكليها بعيش، تحبي تاكليها باي حاجة برضو براحتك. هنا انا قدمتها مع شوية رز بشعرية بس. بس هي البطاطس هنا مستوية، مستوية حلو خالص، وبرضو ماسكة نفسها، لا هي مهرية ولا هي ماسكة نفسها. بصوا بتدوب في البق، دوب ما شاء الله، جميلة. هتعجبكم الوصفة، اتمنى لو عجبكم الوصفة اتمنى تجربوها، ولو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة، وشكرا.